الاهلي خرج من صن داونز بسبب ماتش الذهاب مش ماتش العوده. لان انا لما اتفرجت على ماتش الذهاب قلت ان العوده هيبقى صعب جدا مع ان النتيجه انتهت 0-0. ليه؟ لان انا شفت نظرات عيون لعيبه النادي الاهلي بعد المباراه انها مبسوطه، وما ينفعش نادي زي الاهلي يبقى مبسوط في مباراه خرج منها 0-0 خارج الارض. نادي زي الاهلي المفروض ذهاب عوده بره ارضي خارج ارضي هلعب على المكسب. ولكن انا شفت في عيون لعيبه الاهلي ان هم رايحين عارفين او عايزين ان هم ما يشيلوش خمسه. يعني هم متبرمجين ان الاهلي لو راح هناك هيشيل خمسه، فاحنا لو رحنا ما شيلناش خمسه يبقى احنا كسبانين. هو ده اللي كان في دماغهم، مش رايحين على المكسب. بدليل لان هي عقليه اللعيبه كانت واضحه جدا في انهاء الهجمات. جه للاهلي اكتر من هجمه ما كانش مصدق نفسه ان هو هيوصل للمرمى بالمنظر ده ويجيب جول، فبالتالي كان بيضيعها بطريقه مريبه. لدرجه ان الاهلاويه بعد المباراه قالوا الاهلي كان الاقرب. ايوه الاهلي كان الاقرب، الاهلي كان الاخطر في صن داونز في جنوب افريقيا. لان الكوره مش قران، الكوره مش ثابته متغيره. يعني صن داونز مش كل ما هتلاعبها هناك الساعه 3 الظهر هتشيل خمسه، فلعيبه الاهلي انها فاكره انها هتشيل الخمسه، فاحنا نروح لا احنا يا جماعه ما نشيلش الخمسه. لا، انت لو رحت لعبت على المكسب كنت كسبت ونهيت المباراه. نهايه المباراه سبب خساره الاهلي ماتش الذهاب.